السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم منتج حول المجاري اللي هو هنا عندك مثل سيت وود. هذا راح يربط في المنهولة إذا كان عندك الروائح تصعد لك للحمام خاصة بالأعلى الطابق الثاني، أو عندك مثلا المزريب أو تصريف المياه الأمطار على المنهولة وما مسوي لك سيت وود ما مغرقيك، فراح يكون عندك الروائح من المجاري تصعد لي فوق، وإذا كنت واضع مبردة بالسطح راح تسحب الروائح. فافضل منتج شفته انه هو هذا، هو اللي قبض هذا هيك راح يربط هنا. فراح اربطه لسببين اثنين: الحمام الاسفل ما احتاجه، مجرد انه الخاص بالامطار وبالطابق الثاني. سعره 4000 دينار. هذا هو المنتج لا هنا، وتركيبه كل سهل ما عندي شيء هنا، مجرد هنا راح يركب. فخلي اركبه واشوف النتيجة. هاي لازم بالاعلى هنا. هاي هيجي كملت بتنزل على ضغط الماء. لاحظ هنا عندي تصريف بالسطح، هذا سطح المنزل، فهذا التصريف من الأمطار على المنهولة، فسديت المخرج مالتها بالقبق أو البوابة حتى الروائح ما تصعد لي، تسحبها المبردة. تمام. فهذا اللي عملته، اللي حاب يستفاد منه يسوي اللي سويت على مود الروائح ما تصعد، وإذا مطرت الدنيا بوابة تنفتح وينزل بصورة انسيابية. وسديت بوابة أيضا على الحمام الطابق الثاني، هي أصلا خرج باللي يطبق ليها أو أساس المجاري، المفروض هو ما يطلع يسيت وود، ولكن على العموم هذا هو الحل اللي لقيته والمتناول في اليد. كان هذا فيديو بسيط، لا تنسى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.